مفيش ميه من الصبح، الميه قطعه، الميه قطعه. انا عن نفسي بروح مكسله بقى واخداها نوم. طب ميه اما قطعت رحت مطلعه كل اللي في التلاجة ورحت مقضيه اليوم بقى، ما هو مفيش ميه، ما انا مش هقوم بقى اشتغل مفيش ميه. المهم فالغدا كان اي حاجه. جت الميه بالليل فما عرفتش الصراحه اعدي العشاء كمان، انا كان نفسي اخد بقيه اليوم يعني راحه. فقلت يا بنت قومي اتكسفي على دمك واعملهم صينيه كيكه كده تعوض الغدا اللي راح منه. طلعت البيض، طلعت اللبن، وتعالوا نشوف احلى صينيه كيكه لو ان الجو حر، بس انا قلت ابسطهم بقى اخر اليوم كده. حضرت الخلاط كله هحطه في قلب الخلاط ومشي حالك وعدي الدنيا. هشغل كده احط 3 بيضات، انا بحب اعملها ب3 بيضات تبقى معايا مظبوطه قوي وهشه وخفيفه وتحفه التحفه كمان. اسرع من كده مش هتلاقي. هحط بقى فانيليا بالبرتقال عشان عايزينها بطعم برتقال واحنا في الحر، فما فيش طبعا برتقال اليومين دول، ولو لقيتي برتقال مش هيبقى مضمون. احط كيسين منها تشيل اي روايح للبيض، ومنها بتدي الصراحه الفانيليا دي. طبعا الشركه دي ولا تسمع عني في طبق اليوم ولا اي حاجه، ولا محتاجه ان انا اقول عنها حاجه، بس الصراحه الفانيليا بتاعتها تحفه تحفه تحفه. بديله لعصير البرتقال، تحفه والله العظيم، بتطلع الكيك كانك عاملاه بعصير البرتقال. وجربوا. انا بقى السكر، وهبتدي اخد كوبايه كده من السكر، هبتدي ان انا اشتغل بيها كل واحد على بعض. انا هحط كوبايه وربع، بتبقى حلوه جدا وما تقلقيش مش بتهبط منك، لا بتبقى مظبوطه، بتبقى حلوه جدا. هنزل كده بكوبايه وربع من السكر، بغذي هنا كوبايه حليب. دي احط كوبايه الا ربع من الزيت، ممكن تحطي زيت على سمنه. الكوبايه الا ربع هنزل بقى اللي فيها كله وارجع اكمل بقيه الكوبايه الا ربع، وكله على الخلاط على طول. الربع يبقى كده حطينا السكر والبيض والزيت والحليب كده، كل المقادير اللي هي السايله خلصت. هضربهم بقى في الخلاط. خلاص كده اتخلطوا كويس جدا. هنزل بقى بالقوام بتاع الكيكه، بصي تحفه تحفه تحفه. نزلي كل اللي في الخلاط. تمام. هجيب الدقيق كله تحت السيطره. هبتدي احط، مش تحت السيطره ولا حاجه، هبتدي احط كوبايتين، يا ربنا يستر على الاسود. هيبقى دلوقتي ايه، كوبايتين ونص دقيق. منخلنا بقى او مصفتنا القمر وانزلي. عفري ماما يا جت، هي فارقه والله العظيم، يعني نعمه ربنا يديمها علينا وعليكم وعلى البشر كلهم. الميه ما بتقطع مفيش حياه فعلا، والله ربنا يديمها علينا نعمه وجميع نعم ربنا سبحانه وتعالى، ويفتحها في وشكم جميعا يا رب، ووسع رزقكم ويرضيكم ويراضي الجميع. وطبعا كلنا عارفين ان كل دعوه لنا بالمثل، فانا بدعي لكم باذن الله ربنا يكرمني ويكبرني وليا بالمثل. عايزه بقى اسبوعكم الجميل ده حط لي لايك لو لسه ما حطيتوش، ولسه ما حطيتليش اللايك شجعيني باللايك. ربنا يكبر بخاطركم ويرزقكم ويحقق لكم اللي نفسكم فيه آجلا ليس عاجلا بإذن الله وبفضل الله. حطيت كوبايتين وده النص، هنزل بيه كده كده كوبايتين ونص من الدقيق. خلاص كده ده مش عايزين معلقه كبيره من البيكنج باودر، ما تكتريش عشان دي اللي بتخلي سطح الكيكه مفتح من فوق ونقول الكيكه ليه شققت. بنزود البيكنج باودر، فهي معلقه هتبقى حلوه. رشه من الملح. ابتدي قلبي في اتجاه واحد بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد ما يتكون طنط صينيه بالدقيق، وانزلي بقى بالخليط التحفه بتاعك ده، تحفه بس. وعلى 180 ودخلي. خرجت معايا كده من الفرن، ابتدي ان انا اسلكها كده بسكينه لاني بحب ان اقلبها، عشان كده ببطن الصينيه كويس. بسم الله، بس شكلها تحفه. بصي ودي الصينيه، بصي هشه. هسيبها بقى تهدى شويه لانها سخنه جدا، وبعدين نقول بقى بسم الله. طبعا هي لسه سخنه،
بس عشان بقى ايه نتعشى ونعمل كوبايه الشاي بلبن اللي اتفقنا عليها. بصوا جربوها بطريقتي ان شاء الله هتعجبكم جدا.